قررت النيابة العامة بمدينة تطوان أول أمس السبت إحالة شخص على المحكمة في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعه سجن الصومال بعد تورطه في حادثة اعتداء على محامية وابتلاعه شيكا بقيمة 40 مليون سنتيم أثناء جلسة الصلح. وحسب مصادر إعلامية فقد وجهت للمعني تهم متعددة تتعلق بالسرقة الموصوفة بالعنف والاعتداء الجسدي وإتلاف ممتلكات الغير وإتلاف أوراق مالية، إضافة إلى إهانة موظف أثناء مزاولة عمله. وتعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة المحامي التوسط بين المشتبه فيه وخصمه في نزاع تجاري، حيث فقد المشتبه فيه أعصابه أثناء الجلسة وانتزع الشيك بالقوة من يد المحامية ثم قام بابتلاعه، مسببا حالة من الفوضى انتهت بالاعتداء عليها. وأصدرت النيابة العامة قرارها بتحديد يوم الثلاثاء 28 يناير موعدا لأولى جلسات المحاكمة بعد أن استمعت إلى إفادات المحامية والشهود في الحادث. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم فقد أعصابه خلال جلسة صلح بينه وبين غريمه في دعوى قضائية ليقوم بابتلاع شيك بقيمة 40 مليون سنتيم موضوع التسوية، ويندفع نحو المحامية محاولا الاعتداء عليها.